القصة هذه حصلت عام 1992 للميلاد. رجل يمني اسمه محمد قايد. محمد قايد هذا رجال مزارع وعنده أرض بسيطة في اليمن، وفي فقر الرجال وحالته المادية تعبانة وعليه ديون. انصحوها قاربه، قالوا له يا محمد أنت رجال يعني وضعك تعبان، ليش ما تروح للسعودية تشتغل لعل الله يرزقك ويفتح عليك وترجع تقضي ديونك وتضبط أمورك. اقتنع محمد قايد بالفكرة، باع عرضه واخذ المبلغ اللي معه ثم دخل من الحدود، طبعا بطريقة غير شرعية عن طريق الجبال. لما دخل محمد قايد وصل للطائف بطريقة أو أخرى، وصل للطائف. لما وصل للطائف بدأ يعمل في الطائف، يتنقل من شغلة لشغلة، عامل في استراحة، مزارع هنا، يبيع بعض الأحيان ويشتري، وبعيدا عن أعين الأمن وعين الرقيب. ما ارتاح في الطائف، الرجال بدأ يسأل ويتطقس وكذا، فحب انه يروح المنطقة زراعية لأنه يحب الزراعة، منطقة زراعية يعني قريبة من وضعه في ديرته. أقرب ديرة عجبته بيشة، وبيشة يا جماعة الخير منطقة زراعية خصوصا النخل، خصوصا تمرة الصفري عند اخواننا في بيشة رائعة جدا يعني. المهم راح اخونا محمد الى بيشة، وصل بيشة وبدأ يشتغل في الزراعة، انبسط، لقى الجو الزراعي اللي هو يبيه، تطورت به الحال وصار يشتري المحصول من راعي المزرعة بالكامل ويبيعه في السوق، وبدأ الله يفتح عليه. في عام 94 للميلاد قامت حملة أمنية عن المقيمين المخالفين، وتم القبض على محمد قايد. أخذ محمد قايد إلى قسم الشرطة ووضع بالتوقيف اللي هو السجن المصغر في قسم الشرطة. كان معاه في التوقيف 3 يمنيين و3 أثيوبيين، صار المجموع 4 يمنيين و3 أثيوبيين. وأثناء وجودهم في التوقيف صارت مشكلة في الليل، صارت مشكلة ما بين اليمنيين والأثيوبيين، وارتفعت الأصوات بدأ الشجار وبدأ الضرب بينهم. العسكري المناوب اللي يسمونه يعني الخفير أو وقت الخفارة المناوب سمع الصوت، فجاء بسرعة ولقاهم مشتبكين، فالرجال فتح عليهم وبدأ يبعد ما بينهم. أثناء ما هو يفرق ما بينهم يبعد ما بينهم، في واحد من الأخوة اليمنيين كان معصب زيادة، فكان يبغى يضرب الأثيوبي، فهذا الأخ العسكري دف اليماني بقوة، فاليماني ضرب راسه في الجدار. ثم رجع الأمر طبيعي، وهددهم هذا العسكري انه لو رجعتوا لعملية الشغب هذه ترى احتمال يسبب لكم مشكلة ونفتح معاكم تحقيق وتدخلون في سين وجيم. طبعا الجماعة هذولا محجوزين حتى يرحلون. المهم قفل عليهم الباب العسكري وأنهى مناوبته إلى الصباح. جاء صاحبه يستلم منه العمل العسكري الثاني، فعشان يستلم منها العمل يسأله كم في التوقيف، قال له 7، وفعلا راح عدهم وإذا هم 7 نايمين طبعا الجماعة. فسلم واستلم، فراح العسكري الأول واستلم مكانه العسكري الثاني. جت الأسماء أنه يلا طلعوا ال3 اليمنيين فلان وفلان وفلان للترحيل، رحلتهم جاهزة. وفعلا طلعوا 3 يمنيين. 3 اليمنيين هذول من ضمنهم محمد قايد. اليمني الرابع اللي ما طلع هو اليمني هذاك اللي العسكري دفه على الجدار وضرب راسه في الجدار، هذاك ما طلعوه، كان نايم. المهم صحي ال3 هذول بعد يعني الصباح بدري، صح ال3 وأخذ ال3 هذول وراحوا للترحيل، وركبوهم الحافلات وودوهم إلى الحدود اليمنية السعودية اليمنية حتى يدخلونهم لليمن.
العسكري الثاني هذا لما يعني جت حوالي الساعة 10 الصباح جت الأسماء الباقية علشان يطلعهم ترحيل، فراح للتوقيف فلقى الأثيوبيين موجودين، لقى اليماني هذا نايم، جاي يصحيه ما صحي، يصحيه ما صحي، الوضع مريب، الرجال ما هو ناوي يصحى. كلم العسكري هذا، كلم الضابط مديرهم وقال له الوضع كذا كذا كذا، فقال استدعي الإسعاف، كلم الإسعاف خليهم يجون يشيلونه. فعلا كلموا الإسعاف، جاء الإسعاف وشال الرجال هذا. لما ودوه للمستشفى وكشفوا عليه وكذا قالوا الرجال متوفي. ايش سبب الوفاة؟ المهم الظاهر انهم عملوا تحقيق وتدقيق وتشريح الظاهر للجثة، فقالوا سبب الوفاة هو ضربة في الراس خلفية حصل من خلالها نزيف. المهم استدعي العسكري الأول والعسكري الثاني. وش اللي صار مع الرجال هذا؟ الرجال هذا مات بضربة على الرأس. إيش رأيك أنت؟ قال العسكري الأول يا أخي هم يعني صارت بينهم مشكلة بالليل بس ما حصل فيها يعني ضرب وكذا، ويعني أنهيت المشكلة بينهم ولا حصل شيء يعني، وأنا ما أدري عن شيء، يقول العسكري الأول. فجابوا العسكري الثاني قالوا له إيش تقول أنت؟ قال أنا استلمت من العسكري الأول ويعني ما علي أي مسؤولية لأني أنا ما شفت أي شيء، أنا جيت أقوم الرجال ما لقيته قام. بس خلاصة الكلام أنه ما استطاعوا يحلون المسألة، حجز العسكريين هذولا على ذمة التحقيق وسجنوا وحكم عليهم بالسجن لأنه صنف القتل عمد، سجن الجماعة. حاولت الشرطة أنه تتواصل مع أهل هذا الميت لكنهم ما استطاعوا، يظهر لي أنه ما كانت معه أوراق ثبوتية ولا معه شيء يثبت حالته. عدت الأمور. طبعا أنتم تعرفون أنه الجماعة هذولا راحوا في عام 2007 محمد قايد رجع للسعودية بطريقة نظامية عن طريق فيزا رسمية، رجع للعمل في السعودية. وين حب يشتغل؟ حب يشتغل في المكان الأول اللي اشتغل فيه وكون فيه علاقات جميلة، بيشة. رجع البيشة وبدأ يتواصل مع الناس اللي كان هو يشتغل معهم ويبيع ويشتري معهم في المنتجات الزراعية، وتعرفوا علينا أن الرجل محبوب والرجل فيه خير. في يوم من الأيام محمد قايد حاضر عزيمة، وأثناء العزيمة هذه والجلسة كانوا الناس يسولفون، فجاء واحد من الحاضرين وبدأ يتكلم عن قصة العسكر الاثنين المسجونين على ذمة القضية في عام 92، وبدأ يتكلم انه العسكريين فلان وفلان يا اخي راح شبابهم في السجن، والسبب المضاربة اللي صارت في القسم الفلاني في عام 92 وكذا. محمد قايد سمع السالفة فقرب من الرجال قال له يا اخي ممكن اسألك ايش قصة القصة اللي انت تقولها، ايش وضع هذه القصة، ممكن تعيدها لي؟ قال انه فيه في عام 92 في عام المهم محمد قايد حضر عزيمة في بيشة، عملوا عزيمة وحضرها محمد قايد، وحضروا طبعا ناس من بيشة. أثناء ما هم جالسين ويدردشون بعد العشاء فيه واحد من الحاضرين بدأ يتكلم، قال يا جماعة الخير تذكرون قصة العسكري فلان والعسكري فلان اللي سجنوا بسبب المضاربة اللي صارت في القسم الفلاني في عام 94، اللي كانوا مجموعة يمنيين ومجموعة أثيوبيين وكذا وصارت مشكلة، فالموضوع ما انحل، والموضوع الشباب ذولا مسجونين إلى الآن وما عاد قدروا يوصلون لأهل المقتول وما أدري إيش. محمد قايد سمع السالفة فقرب من عند الرجال قال له يا أخي كلمني، عد لي الوضع اللي أنت قلته. قال إنه فيه قصة صارت عام 94 للميلاد في القسم الشرطة الفلاني في بيشة،
انه كان في مجموعة يمنيين مع مجموعة اثيوبيين، وفي واحد من اليمنيين لقوه اليوم الثاني ميت، واتهم فيها العسكريين الأول والثاني، كل واحد منهم ينكر. فقال محمد قايد خير إن شاء الله خير. قال له الرجال وش الموضوع؟ قال له لا ما في شيء. اليوم الثاني محمد قايد راح لقسم الشرطة وقابل مدير القسم. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال له يا أخي أنا فلان الفلاني محمد قايد وهذه إقامتي. قال الله يحييك. قال يا أخي في عندكم حادثة صارت في القسم هذا. قال إيه؟ قال ممكن تقولها لي؟ فقالها له الضابط. فقال يا أخي أنا من ضمن الموجودين اللي كانوا ذاك اليوم موجود. قال بالله عليك؟ قال لي والله حنا كنا 4 يمنيين و3 اثيوبيين، وحنا مشينا كلنا إلا في واحد بقى، وهالواحد هذا هو اللي انتم تقولون مات، مع انه ما كان في شيء. فقالوا هذا اللي والله صار، فأنت جابك الله يعني أنت كشاهد هالحين. قال ما عندي مانع أشهد. قال يا أخي أنت تذكر العسكري اللي كانت عنده المناوبة في الليل اللي جاء وأنهى المشكلة بينكم؟ قال لي أذكره. قال تذكر وجهه؟ قال أذكر وجهه. قال طيب لو جبته لك تتذكره؟ قال لي عادي. فعلا أخذ محمد قايد وودي للسجن وجابوا له العسكريين، فتعرف محمد قايد على العسكري اللي هو العسكري المناوب اللي في الليل. قال هذا هو، هذا اللي كان معنا في الليل. المهم أخذت أقوال محمد قايد. وش تقول يا محمد قايد؟ قال والله يا جماعة الخير حنا صارت بيننا وبين الأثيوبيين مشكلة، وأنه هذا العسكري أبدا جاء علشان ينهي المشكلة اللي بيننا، لكنه دف هذا المتوفى دفه فضرب راسه بالجدار. أنا شفت لما ضرب راسه بالجدار. قالوا الله اي بس هذه الضربة. استدعوا العسكري قالوا له انت لما صارت المشكلة بين الاثيوبيين واليمنيين ايش سويت؟ قال انا فرقت بينهم وحاولت انهي المشكلة. قالوا انت دفيت هذاك؟ قال لي والله دفيته، اذكر اني دفيته علشان ابعده لانه كان متحمس يبغى يضرب. قالوا اها اذا قتل خطأ. قتل خطأ لانك يعني تسببت في قتل هذا الرجل بطريقة خاطئة وليست عامدة. اللي حصل يا جماعة الخير انه ساعدهم محمد قايد في الوصول الى اسرة هذا المقتول هذا الميت، وفعلا تم ايصال الدية، دية القتل الخطأ لهم، وخرج العسكريين الاول والثاني بعد 13 سنة من السجن وهم مظلومين، ما كان لهم دور، لكن كان من المفروض انهم يسجنون لان هذه روح ازهقت. البطل في هذه القصة هو محمد قايد. أبيكم تتدبرون، محمد قايد يروح، ثم محمد قايد يرجع لنفس المنطقة، ثم محمد قايد يساهم في إخراج هذول المجموعة هذول الاثنين.